السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة والمميزة جدا، وهنعرف خلالها أهم الأدوية المستخدمة لعلاج الإسهال، وكمان هنعرف أهم الجرعات الخاصة بيها. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. خلينا ننتقل للأدوية، وخد بالك إن أدوية الإسهال ليها كذا مجموعة. وأول مجموعة من أدوية الإسهال وهي الأدزوربنس، ودي مواد بتشتغل عن طريق إنها تمتص البكتيريا أو أي ميكروب مسبب للإسهال وتاخده وتنزل في البراز. أول حاجة معانا من المجموعة دي وهما الكولين والبكتين، ودول هتلاقيهم في أصناف زي الكابكت شراب والبيكتوكال شراب. أما بالنسبة للكابكت مركب فده هتلاقي فيه نفس المواد مضاف عليها مضادات حيوية زي السلفا ميثوكسازول والترايميثوبريم، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من 5 مللي إلى 15 مللي كل 8 ساعات يوميا، والكمية بتكون على حسب السن والوزن، وممكن تزيد عن كده كمان بوصف الطبيب المعالج. تاني حاجة معانا وهي الدايوكتاهيدرال سميكتيت، وده هتلاقيه في صورة شراب زي الدايسميكت شراب والدايوماكيت شراب والسميكتا شراب، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من معلقة إلى 3 معالق كل 8 ساعات يوميا. أو ممكن تلاقيهم في صورة أكياس زي الدايسميكت أكياس والدايوماكيت أكياس والسميكتا أكياس، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون كيس من مرة واحدة يوميا إلى 3 مرات يوميا. تاني مجموعة معانا وهي الأنتي موتيليتي ايجنتس، ودي أدوية بتشتغل عن طريق إنها تقلل من حركة الأمعاء عن طريق الأوبيويد ريسبتورز اللي بتكون موجودة في الأمعاء. أول مادة معانا وهي اللوبراميد، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيز 2 مللي جرام، وهتلاقيها في أصناف زي الإيموديوم واللوبيراسين واللوبوديوم واللوبرانست والموتي جاست والاستوبريا، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون 2 كبسولة في أول جرعة، وبعد كده بيستخدم كبسولة بعد كل مرة إسهال. خد بالك إنك ممكن تلاقي اللوبراميد محطوط عليها مادة السايمسكون، ودي مادة مضادة للانتفاخ والغازات، وهتلاقيها في أصناف زي الإيموفلورا والموتي جاست بلس، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون 2 قرص في أول جرعة، وبعد كده بيستخدم قرص بعد كل مرة إسهال. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الدايفينوكزاليت، مضاف عليها مادة الأتروبين، ودول هتلاقيهم في صنف واحد بس وهو اللوموتيل أقراص، وده جرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين كل 12 إلى 8 ساعات يوميا، أو على حسب وصف الطبيب المعالج. تالت مجموعة معانا وهي البروبايوتكس، ودي بتكون عبارة عن البكتيريا النافعة، وبتستخدم برضو لعلاج الإسهال. أول حاجة وهي اللاكتوباسيلس، ودي هتلاقيها في أقراص زي اللاكتيولفورت أقراص، وده جرعته في المتوسط بتكون قرص مرتين يوميا. وكمان هتلاقيها في صورة أكياس زي اللاكتيولفورت أكياس، وده جرعته في المتوسط بتكون كيس واحد مرتين يوميا. تاني مادة معانا وهي الباسيلس كلوزي سبورز، وده هتلاقيه في صنف واحد بس وهو الانتيرو جيرمنا، ودي عبارة عن جرعات صغيرة محطوطة في شكل قوارير، وجرعتها في المتوسط بالنسبة للأطفال بتكون من زجاجة إلى زجاجتين يوميا. أما بقى بالنسبة للكبار فبتكون من زجاجتين إلى 3 زجاجات يوميا. آخر حاجة معانا من المجموعة وهي أكياس بتحتوي على البروبايوتكس والبريبايوتكس والزنك، والأكياس دي اسمها البايودكس، ودي جرعتها في المتوسط بتكون من كيس إلى كيسين يوميا. خلينا بقى ننتقل للأدوية اللي بتشتغل كمطهر معوي ومضاد للبكتيريا اللي بتسبب الإسهال. أول مادة معانا وهي النفروكسزايد، ودي هتلاقيها في صورة كبسولات زي الأنتينال كبسول والدايفيوريل كبسول والدايكس والفورفيوريل والنيفيونال، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون كبسولة كل 6 ساعات يوميا. كمان هنلاقي المادة دي بيتعمل منها شراب زي الأنتينال شراب والدايفيوريل شراب والدايكس والنيفيونال، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون كل 8 ساعات يوميا، والكمية بتتحدد على حسب السن والوزن. نيجي للمادة اللي بعد كده
وهي النيتازوكسانايد، ودي هتلاقيها بتتعمل في صورة أقراص زي الأنتي دايزوكس والكريبتوناز والكريبتوسيبت والإيجي جاستريز والنانازوكسايد والنيت كلين والنيتازود والبارازوكسانايد والبروتوستوب والتراستنال والزوليفيوتال والزيروفيرنيك، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون قرص بتركيز 500 مللي جرام مرتين يوميا لمدة 3 أيام، وممكن المدة تزيد عن كده كمان في بعض الحالات. كمان ممكن تلاقي المادة في صورة شراب زي الأنتي دايزوكس شراب والكريبتوناز شراب والكريبتوبير شراب والإيجي جاستريز والنانازوكسايد والنيت كلين والنيتازود والنيتازوكسين والتراستنال والزوليفيوتال، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من 5 مللي إلى 10 مللي كل 12 ساعة لمدة 3 أيام، والكمية بتتحدد على حسب السن والوزن. كمان من ضمن المواد اللي بتستخدم كمطهر معوي في حالات الإسهال هي مادة المترونيدازول، ودي هتلاقيها في صورة أقراص زي الأمريزول أقراص والدوموزول أقراص والفلاجيكيور فورت والفلاجيل والجيدازول والمتروزول والتريكوسيد والتريكوجيل، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون قرص بتركيز 500 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا لمدة 10 أيام. كمان هنلاقي المادة دي في صورة شراب زي الأمريزول شراب والإنتوفار شراب والفلاجيليت فورت والفلاجيل والمتروزول، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون 125 مللي جرام إلى 250 مللي جرام كل 8 ساعات يوميا لمدة ممكن توصل ل10 أيام. خلينا ننتقل للمادة اللي بعد كده وهي السكينيدازول، ودي بتستخدم برضه في حالات الإسهال، خصوصا الإسهال الأميبي، ودي هتلاقيها في صورة أقراص زي الأميبازول والسيبازول فورت واليوروزول والفلادازول والفلاجنتيل والأوبينيدازول والسكندازول والسينيدال، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون 4 أقراص بتركيز 2 جرام مرة واحدة فقط، وهي بتكون عبارة عن جرعة واحدة. خد بالك إنك ممكن تلاقي أدوية بتحتوي على كذا مادة لعلاج حالات الإسهال، زي مثلا الإنتوسيد أقراص، وده بيحتوي على 3 مواد هما الداي أيودو هيدروكسوكوينولون والفيثيلايل سلفاسيازول والستريبتومايسين. وخد بالك إن الستريبتوكين بيكون زيه بالظبط لكن بيكون مضاف عليه مادة زيادة وهي الهوماتروبين، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين كل 8 ساعات يوميا. خد بالك كمان إن في حاجة اسمها انتوسيد اتش، ودي برضو بتكون عبارة عن داي أيودو هيدروكسوكوينولين وستريبتومايسين مضاف عليهم مادة اسمها هايوسين، ودي بتكون للمغص، وده جرعته في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين كل 8 ساعات يوميا. كمان ممكن تلاقي محطوط مواد زي التلبروكوينول والتيليكوينول والتيليكوينول لوريال سلفيت، والمواد دي برضو بتعمل على إبطاء حركة الأمعاء، وهتلاقيهم في أدوية زي الانتي تريكس، وبيستخدم أكتر في حالات الإسهال الأميبي، وده جرعته في المتوسط بتكون كبسولة مرتين يوميا أو على حسب وصف الطبيب المعالج. كمان هتلاقي دواء شرب اسمه دايستوب، وده بيحتوي على مواد كتيرة جدا بتستخدم لعلاج الإسهال، وبتكون معظمها مواد طبيعية، وجرعته في المتوسط بتكون من معلقة إلى معلقتين كل 8 ساعات يوميا أو على حسب وصف الطبيب المعالج. وآخر حاجة بتستخدم لعلاج حالات الإسهال وخصوصا عند الأطفال هي محلول الجفاف، ودي بيكون دورها إنها تعوض السوائل المفقودة في الجسم، وهو بيكون عبارة عن جلوكوز صوديوم كلورايد وصوديوم ستريت وبوتاسيوم كلورايد، وده هتلاقيه في صورة أكياس زي الهيدروسيف واللو هيدران والأو ار اس والريهيدران ان.
وفي برضه محاليل جفاف بتكون قريبة في التركيب منهم، زي البيبي لايت سوليوشن والفليكسولايت سوليوشن. وبكده نكون عرضنا أهم الأدوية المستخدمة لعلاج الإسهال كاملة، وأهم الجرعات الخاصة بيها. وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشيرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا. في النهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.